قبل ما اسيبكم عايز اتكلم معاكم في حاجه مهمه جدا جدا جدا. فكرت مره ان انت تاخد حقك؟ طيب، تعال اقول لك تاخد حقك ازاي. مين فينا ما عندوش مشكله مع باقه الانترنت سواء على تليفونك المحمول ولا في البيت عندك؟ مفيش حد فيكم ما بيجددش الباقه او بيستنى انه يجدد الباقه، او الباقه بتاعته بتنتهي في اول 10 ايام، وكل ما تزود الباقه بتنتهي برضه، زودت زي ما زودتش، تبقى 100 جيجا زي 200 جيجا زي 400 جيجا. محدش فيكم فكر ايه اللي بيحصل؟ بالمناسبه احنا اغلى خدمه انترنت في العالم واقل جوده برضه في العالم. في الوقت اللي شركات الاتصالات دي بتصرف مليارات الدولارات على اعلانات ليس لها اي مردود اضافي او قيمه مضافه على هذه الشركات. عارف انت، فلوس جايه من الهواء بتتصرف في الهواء. هي شركات الاتصالات دي بتبيع لنا ايه؟ الشركات دي بتبيع لنا الهواء يا جماعه، بتبيع لنا الهواء بمعنى بتبيع لنا الهواء. هي شبكه بتبث في الهواء وانت بتستقبلها وبتدفع مقابل الخدمه. تمام كده؟ طب ما تيجي مره نكون ايجابيين، ما تيجي مره نعمل هاشتاج عايز حقي من شركات الاتصال. عايز حقي من شركات الاتصال. شير الفيديو ده في كل حته، ما تتفرجش عليه وتقول ايوه والله فعلا انت عندك حق. ما انت عندك حق وتقفل الفيديو وما تعملوش شير، انت كده ما جبتش حقك. خلينا ناخد حقنا ولو مره واحده في العمر. صدقني انت ليك حق عند شركه الاتصالات. عايز حقي من شركه الاتصالات. شير الفيديو ده تحت العنوان ده، والفيديو ده احنا هنسميه كده: عايز حقي من شركات الاتصال. مطلوب اعاده ترتيب اسعار وحجم باقات الانترنت في مصر من كل الشركات، من الاربع شركات. صعبه؟ لو صعبه خلاص ما تعملش شير. الى اللقاء.